السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي واخواتي، يا رب تكونوا بصحة وخير. من النهاردة مش هتشيلي هم السمنة البلدي وهتكون عندك طول السنة، وببلاش كمان من غير ما تدفعي فيها اي فلوس. بصراحة يا جماعة انا ما صدقتش غير لما جربت بنفسي والنتيجة ابهرتني. حبايب قلبي، سموا الله وصلوا على الرسول وتعالوا شوفوا الفكرة العبقرية دي وعلى طول. بسم الله، هنبدأ الفيديو بتاعنا. والفكرة بتاعتنا النهاردة العبقرية، هنحول القشطة لسمنة في خطوة واحدة. لا هنضرب القشطة ولا هنطلع منها كور زبدة ونرجع نسيحها ولا الكلام اللي كنا بنعمله الاول ده كله. خطوة واحدة بس، هنحول القشطة لزبدة على طول. المشكلة اللي كانت بتقابل ناس كتير ما بيعرفوش يعملوا من القشطة زبدة، النهاردة هنحلها مع بعض. هنا معايا كده طبق من الازاز، وحطيت فيه حوالي نص كيلو كده من القشطة علشان اجربها معاكم وتشوفوا الفكرة. تمام. القشطة كانت طالعة من الفريزر عادي، عندك سايحة مفيش مشكلة، عندك مجمدة زي اللي عندي مفيش مشكلة. الفكرة بتاعتنا لازم تتنفس في طبق يكون ازاز، ويكون الطبق اكبر من الكمية بتاعت القشطة، يعني يكون غويط. القشطة تكون حبة صغيرين فيه. وبعد كده هنروح على الميكروويف وهنعمل التايمر دقيقتين، ودرجة الحرارة في الاول كده على اعلى درجة. بنقفل الميكروويف ونسيب كده القشطة بتاعتنا لما تسيح، وبعد كده نشوف هنعمل مع بعض ايه. هنظبط التايمر على دقيقتين، ودرجة الحرارة في الاول هتكون على اعلى درجة. والتسخين يا جماعة انا بشتغل على برنامج التسخين. هنا كده الدقيقتين عدوا والقشطة بتاعتي دابت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ نقلبها كده تقلبتين، ونخلي درجة الحرارة بعد كده على الوسط، يعني بنهدي الدرجة نخليها للوسط، وبعد كده نشغل دقيقتين تانيين ونسيبها تلف كده. ده علشان انا بعمل الحاجات اللي انا بعملها دي علشان القشطة ما تفرش منك وتقع جوه الميكرويف وتبهدل الدنيا. امشي على الخطوات دي وهتطلعي سمنة 10/10، وفي 10 دقايق بس هتكوني مطلعاها. وهنا كده بعد ما عدى دقيقتين قلبتها تقلبتين كده كمان، وهقفل وهشغلها دقيقتين كمان، يبقى كده مجموع الدقايق اللي معايا حوالي 6 دقايق. هنفضل نعمل الخطوة اللي احنا بنعملها دي كده دقيقتين ونقلب، دقيقتين ونقلب، لحد ما نلاقي القشطة بدأت تعمل تكتلات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة بصوا انتوا شايفين القشطة بتغلي جوه الميكرويف، علشان ما تفرش وتقع منك وتبهدل الدنيا لازم كمية القشطة اللي انت حطاها تكون نص او اقل شوية كمان من نص الطبق اللي انت حطاه فيه، يعني لازم الطبق يكون غويط. بصوا هنا هنلاحظ ان السمنة بدأت تظهر اهي، والقشطة بدأت تتكتل وتعمل كتل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده كده خلاص احنا قربنا نعمل السمنة، او السمنة بدأت تتكون معانا. هنا انا بقول لكم اهوت المره الجايه هتكون اخر مره، خلاص اخر لفه هنعملها. بس انا اول ما الزبده بدات تعمل التكتلات دي رفعت درجه الحراره تاني لاعلى درجه. يعني في الاول بنبدا باعلى درجه في التسخين، وبعد كده في نص المده بخلي درجه الحراره على النص، يعني اقل النص، وبعد كده لما بتبدا تعمل التكتلات دي برفعها تاني لاعلى درجه. بصوا كده اول ما الاقي القشطه بدات تلون كده وتاخد لون ذهبي خفيف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، خلاص كده السمنه اتكونت معايا، والمرته او القشطه خلاص فصلت ونزلت كل السمنه اللي فيها. بصوا بقت بالشكل ده، واضح جدا ان هي بقت سمنه. وفي 10 دقايق بس او ربع ساعه بالكتير على حسب درجه حراره الميكروويف عندك هتكون عندك سمنه. بصوا يا جماعة الطريقة دي ما بيطلعش منها مرتة، هي بيطلع منها سمنة بس. بصوا دول حبة كده، اول ما شفت الفكرة انا بصراحة شفتها بنوتة كده عاملاها على الفيسبوك وانا بقلب، عجبتني الفكرة فقمت نفذتها. خدت الاول حتة قشطة صغنونة كده وجربتها، ولما لقيت الفكرة حلوة قلت اعملها لكم فيديو. الحبة الاولانيين دول انا كنت عملت حتة قشطة صغنونة، والمرة دي عملت حوالي نص كيلو. بعد كده بنجيب مصفى ونصفي المرتة او الحاجات اللي طلعت منها دي، وبقى عندنا سمنة بلدي بصراحة ريحتها كانت قلب الدنيا. ولا بقى تقعدي تضربي وتطلعي زبدة وزبدة تسيحيها، ولا تطلع منك مش معمولة، ولا تسح منك، ولا كل اللي كنا بنعمله ده. السمنة البلدي في خطوة واحدة هتكون موجودة. اللي عجبته الوصفة ياريت تشيروها علشان غيركم يستفيد. وشكرا للبنوتة الحلوة صاحبة الفكرة، واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.